تفتكر يا صديقي الامعاء معموله بس للهضم؟ فكر تاني، ده بيت فيه تقريبا اكتر من 100 تريليون بكتيريا، وعشان كده العلماء بيقولوا ان 70% من مناعتك موجوده هناك. غير ان الاطباء بيسموها ده سكند برين او المخ التاني. 90% من هرمون السيروتونين المسؤول عن السعاده والانبساط بيتصنع هناك مش في المخ ولا حاجه. عشان كده اي خلل في الامعاء بيأثر على مزاجنا ونومنا، وممكن كمان نقول كل القرارات اللي بناخدها على مدار اليوم. فلو بناخد مضادات حيويه كتير، المضادات الحيويه بتقتل البكتيريا النافعه اللي في الامعاء. لو بناكل سكريات او اكل من بره كتير، دول بيزودوا البكتيريا الضاره اللي في الامعاء، فكل ده بيلخبط الميكروبيوم جوه الجهاز الهضمي. ازاي نحافظ على صحه الامعاء؟ اول حاجه ناكل خضار وفاكهه كتير لانهم غذاء للبكتيريا النافعه اللي في الامعاء. تاني حاجه نشرب من 2 ل 3 لتر ميه في اليوم. واكيد يا صديقي نحاول نقلل من السكريات والمشروبات الغازيه لانهم بيبوظوا الميكروبيوم خالص. الامعاء هي خط الدفاع الاول لجسمنا، فلو اهتمينا بيها هنحس بمناعه اقوى، طاقه اعلى، ومود احسن بكتير. ابدا بخطوه صغيره النهارده وحاول تعمل خطوه او خطوتين من الخطوات اللي احنا قلناها. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وفولو.